بسم الله الرحمن الرحيم. نقدر نتبع مسار الحافلة من خلال تطبيق درب. بداية نفتح تطبيق درب، بعدها من الصفحة الرئيسية بنروح لأي موقف حافلات، مثلا هذا الموقف هنضغط عليه، بيطلع لك هنا اسم المحطة وبيطلع لك مسار المحطة هنا، وهنا الوقت المتبقي لوصول الحافلة، واقدر اتبع الحافلة بالضغط على اسم المسار. هذا المسار ما هو باين فيه اي حافلة. برجع بختار مسار ثاني، مثلا هذا المسار، بضغط هنا على اسم المسار، بتطلع الحافلات كذا باللون الأزرق، فتقدر تشوف مسارها وتقدر تشوف تحركها. طبعا التصوير أو العرض مباشر، تقدر تشوفها تتحرك من محطة إلى محطة إلى محطة زي ما انتم شايفين تحركت الحافلة. فتقدر تعرف مسارها وتقدر تتبعها من هنا. برضو تقدر تعرف الوقت المتوقع لوصول الحافلات من هنا. والمحطة النهائية هذه بتكون محطة خالد بن الوليد. فتقدر تسوي هذه الحركة مع أي مسار ومع أي موقف حافلات من الصفحة الرئيسية. هذا كان الفيديو بكل اختصار. إذا عجبك هذا الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك، وشكرا.